ممكن أغفر كل شيء، الخيانة أغفرها لأن الخيانة بالنسبة لي هي نسبية. أثارت ميساء مغربي العديد من التساؤلات بعد ظهورها في مقابلة حيث قامت بتبرير خيانة زوجها، معتبرة ذلك أمرا طبيعيا في حالة اللقاء لليلة واحدة. جسديا أنا ما تعني لي، تخيل جسديا ما تعني لي. يعني أنا زوجي أعرف إنه في لحظة ما، في وقت ما صار وأخطأ وصار عنده سوري على الكلمة one night stand مع أحد، ما راح أطلقه وأنسف كل تاريخي معه وحبي لي ومشاعره ومواقف. قالت ميساء مغربي إنها تقبل فكرة خيانة زوجها إذا كانت الحادثة تقتصر على ليلة واحدة فقط، ولكنها لن تتساهل إذا كان هناك علاقة كاملة ومستديمة مع شخص آخر. فير مع أحد تاني إنه في علاقة كاملة، هنا راح أزعل، أعرف إنه في شيء ناقصني مو قادرة أقدم له، فلا خلاص. وأكدت ميساء أن لديها تفكير مختلف في هذا السياق مقارنة بأفكار معظم الأشخاص، حيث تنظر إلى قضية الخيانة من منظور مختلف. وأضافت ميساء أنها لا تمانع في الارتباط برجل متزوج في حال إعجابها به، وأنها لا تمانع أيضا في أن يتزوج زوجها بامرأة أخرى عليها. بس ممكن واحد متزوج باكج كامل عجبني، يعني استلطفته أكثر، ممكن عجبني بكل تفاصيله أكثر، ممكن أختاره، ما أختار السنجل أو الديفورس، ما له علاقة.